يا خبر اسود ومنيل، وانا هقول لجمهور الاهلي ازاي بس على الكارثه بتاعت ماتش الحرس دي؟ بصراحه كده يا جمهور الاهلي انا عندي ليكم خبرين. صح انا زهقت من الفيديو ده. كارثه ايه؟ مفيش كارثه اكبر من الاداء اللي بيقدمه الاهلي. اقول لك على حاجه، قول لي ايه هو الخبر الحلو، فرحني الاول بعد كده نكد عليا في الاخر. معاك حق بصراحه، الاداء يحزن مش احسن حاجه، بس انسى كل ده عشان انا جاي افرحك واقول لك ان رسميا كريم فؤاد خف من الاصابه وجاهز لماتش حرس الحدود. يا عم بتتكلم بجد يا ما انت كريم؟ يا رب اخيرا كريم فؤاد خف. الواد ده مجتهد وبحبه، باين عن اصاباته كتير بس بينزل الملعب مجتهد. والاهم ده من كله بقى ان احنا ان شاء الله نشوفه في مركز الباك الشمال بدل كوكا، لان انا زهقت من كوكا ده خنقني. يا ما انت كريم يا رب كريم فؤاد رجع. ايوه كده افرح وانبسط. شايف شكلهم حلو ازاي هم فرحانين؟ فرحتوا بعوده المصابين؟ خدوا بقى المصابين رسميا اصابه زيزو وعدم جاهزيته لماتش حرس الحدود. الحمد لله كريم فؤاد خف هو في ايه؟ هو انتم مستحرمين ان احنا نفرح بعودة لعيب يغيب قصاده 3؟ مش كده يعني يا جدعان. عامة انا عارف ان زيزو متصاب، البركة بقى في امه حبيب قلبي يرجع بقى كده في نص الملعب يشطشط ويخرب الدنيا. مش كويس؟ لا امام عاشور كويس طبعا، هو لسه خارج من المستشفى ولسه هياخد وقت للتأهيل، فاكيد امام عاشور مش هيكون موجود في ماتش الحرس برضه. خلاص طالما امام تمام يبقوا لعبوه نعم. يعني ايه؟ يعني هو خف من فيروس ايه ده ولسه هيتأهل؟ طب وبعدين يعني في يا جدعان؟ ده احنا لسه في اول الموسم، امال اللي هيحصل معانا اخر الموسم؟ ما علينا. انا عايزكم بقى انتوا تكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لماتش حرس الحدود، وصاحب التوقع الصحيح هطلعه معايا الفيديو الجاي.